حد فكر ازاي المراكب بيتعمل لها صيانة؟ ده اسمه الحوض. الحتة الخشب دي كلها اللي قدامنا اسمها الحوض. الحتة دي كلها بتنزل لتحت خالص، تحت المية. المركب بتخش في الحوض، وبعدين دي بترفع المركب لحد فوق وعليها القطر دون. المركب بتتحط على القطر دون، وبعد كده بيمشي القطر على قضبان. القضبان اهي، لحد ما تنقل المركب زي كده. بعد كده المركب بتبقى موجودة، كل حاجة باينة قدام المهندسين عشان يشوفوا هي محتاجة ايه. بيكشفوا الاول على القاع بتاع المركب لو في اي خبطات، السكنس او السمك بتاع الحديد من تحت اقل من 6 مللي لازم يتغير، فبيتقطع الحديد وبيتلحم مكانه حتة حديد تانية بيبقى سمكها السمك المطلوب. وتفضل المركب كده لحد ما تخلص الحصيرة بتاعتها. بيتقال عليها القاع بتاع المركب، بيتقال عليه الحصيرة. بعد كده لو فيها اي صيانات داخلية تانية بتتعمل، اي صيانات في المكن، في الاجهزة اللي بتحرك المركب. دي مركب اهي مرفوعة وخلصانة من تحت، الحصيرة بتاعتها خلصانة. الحصيرة خلصت واتدهنت وجاهزة عشان تنزل في المية، بس اكيد لسه عندهم حاجات تانية بيعملوها. ده الارقام دي، ده الغاطس بتاع المركب يبقى جوه المية قد ايه. فهم معلمين 100 120 140 عشان هم يبقوا عارفين الغاطس قد ايه. دي حته اهو تعتبر، دي الحته دي هي متغيره اهي، باينه ان هي دي متغيره. حته تانية اهي برضو باينه ان هي متغيره. هوريكوا دلوقتي الاجهزه اللي بتحرك المركب من ورا بتبقى عامله ازاي. دي الريشه اللي بتحرك المركب او الرفاص، ودي اسمها الدفه، دي اللي بتغير اتجاه المركب. طبعا ده نظام قديم مش موجود كتير دلوقتي، لان دلوقتي معظم الشركات او معظم المراكب بتشتغل بحاجه تانية خالص، اجهزه غير الدفف بتاع الزمان. دي الدفه السوداء، دي الدفه، وده الرفاص. لما بيحرك الدفه اتجاه المركب بيتغير مع تغيير الدفه. ده قاع المركب من تحت. ده مش هتلاقيه في اي حته، ومش هتقدر تشوفه في اي حته غير في ورش الصيانه بتاعه المراكب. دي مركب تانية اهي لسه متغير لها الرفاصات بتاعتها، واضح ان الرفاصات جديده، والدفه بتاعتها اهي قدامها. برضو الناحيه التانية نفس الموضوع. المراكب الكبيره بيبقى فيها 3 رفاصات، المراكب الصغيره بيبقى فيها رفاصين. في مراكب كبيره بيبقى فيها رفاصين برضو، بس بيبقى قوتهم اكبر من الرفاصات العاديه.
ده الصوت اللي احنا سمعناه دون او الدوشه اللي احنا سامعينها دي حاجه اسمها الرماله. الرماله دي بتسحب بتسحب رمل وبتديله اندفاع جامد قوي على الحديد. فالاندفاع بتاع الرمل دون بيشيل اي صدى او اي بويه موجوده على المركب، عشان كل الحديد يبقى باين قدامهم، والسكنس الحقيقي او السمك الحقيقي بتاع الحديد يبقى باين، لان سمك الحديد في المراكب هنا مهم قوي. دي مراكب كلها مرفوعة عشان تخلص الصيانة بتاعتها وعشان تاخد ترخيص جديد عشان تبقى تنزل المية تاني. المركب وهي جديدة بتبقى محتاجة الترخيص بتاعها بيبقى 6 سنين، تقعد 6 سنين بالترخيص. بعد كده بتتعمل لها تترفع كده على الحوض تاني كل 4 سنين. طبعا بيتكشف عليها من هيئة الملاحة قبل ما تنزل عشان يتأكدوا ان كل حاجة في المركب مظبوطة قبل ما تنزل، خصوصا مراكب السياحة اللي زي دي، بس دي مركب من المراكب القديمة يعني. لكن دي ما بتبقاش مراكب سياحة، بتبقى مراكب تبع وادي النيل وشركة وادي النيل، او مراكب تبع هيئة الري. لكن دي مراكب سياحة زي اللي قدامنا دي برضو مركب سياحية بيتعمل لها صيانة عشان تبقى جاهزة لما يبقى في شغل. طبعا دلوقتي السياحة عشان الكورونا الدنيا واقفة شوية، لكن مع الوقت ان شاء الله الدنيا هترجع احسن من الاول. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشتراك ولايك للفيديو. شكرا والى اللقاء.